عرفت الرسوم الجمركية تيقول الوزير دائما تصاعد كذلك في المداخل، ارتفاع. قال لنا فوزي بأنها بلغت 17.2 مليار درهم في 2025. يعني خذينا رسوم جمركية من عند المستوردين 17.2 مليار درهم، مقابل كانت غير 15.2 مليار درهم في 2024، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 12.9%. هذا رقم صغير جدا. علاش؟ مقارنة بحجم الواردات الكثيرة المتنامية التي تغرق الأسواق من الصين إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كل الدول تصدر إلى المغرب. يخبرنا مكتب الصرف أن رقم الواردات داكشي اللي جبناه اللي دخلنا البلاد إلى غاية نوفمبر 2025، أي في 11 شهر فقط، وصل إلى 752 مليار درهم. أيوة. واش من 752 مليار درهم يلاه دخلتي ضريبه تاع 17.2 مليار درهم التي لا تمثل الا 2.3%. هذا امر يحتاج الى بحث، الى تنقيب، الى سؤال وجواب. واش كاين تهرب؟ واش كاين تزوير في التصريحات؟ واش كاين تزوير في القيمه؟ واش كاين تزوير في بلد المنشأ؟ كاينين اتفاقيه تبادل الحر، ولكن ماشي مع الدول كلها.